صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صليت العشاء معه، فتل وانصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتبعته، فإذا عارض عرض له فنجاه ثم انصرف، فلما تبعته سمع صوتي قال: من؟ قلت: حذيفة. قال: ما لك؟ أخبرته الخبر فقال: سيد الرجال صلوات ربي وسلامه عليه وعلى الآل، غفر الله لك ولأمك. ثم قال: أما رأيت العارض الذي عرض لي قبيل؟ قلت: بلى. قال: ذلك ملك لم ينزل إلى الأرض قبل هذه الساعة أو قبل هذه الليلة، استأذن ربك أن يسلم عليه وأن يبشرني بأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. معاشر أهل الإيمان، إن محبة الحسن والحسين علامة وعنوان وحجة وسلطان ودليل وبرهان على محبة رسول الإنس والجان صلوات ربي وسلامه عليه. ما تعاقب الجديدان توالى الملوان وهما الليل والنهار، وإليكم البيان. روى أبو يعلى وابن حبان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، أو إذا صلى فسجد وثب الحسن والحسين على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أرادوا أن يبعدوهما أشار إليهم أن دعوهما، فلما قضى صلاته صلى الله عليه وآله وسلم وضع الحسن والحسين بين يديه، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحبني فليحب هذين، من أحبني فليحب هذين. فيشهد الله تعالى وملائكته وأهل الإسلام من حضر منكم أيها المسلمون أننا نحب الحسن والحسين، ونحب آل بيت رسول الله، ونحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسحقا وتبا وبعدا وأفا لقوم لئام وأناس طغام من الأشرار الأقزام يتطاولون على الأعناق، الشيعة البغضاء